مع نهاية كل سنة وبداية جديدة، خلينا نتكلم عن فكرة مهمة جدا للتأمل. كل سنة نفس الجدالات والخلافات، بس هل هذه هي المعارك اللي المفروض نخوضها؟ أغلب الخلاف أساساً جاي من خلط بسيط بين مناسبتين ما لهم علاقة ببعض. بالضبط مثل دون كيشوت، صرنا نحارب طواحين هواء وهمية، معارك تضيع طاقتنا على الفاضي. المشكلة إنه هذه المعارك الوهمية تكلفتها غالية جداً من وقتنا ومشاعرنا. لما نركز على مواضيع تافهة، غالباً منكون نهرب من مواضيع أهم بكتير لازم نواجهها. التهرب من المسؤولية له ثمن جماعي، وقصة بسيطة توضح الفكرة هذه تماماً. وهنا نشوف كيف الفشل الكبير يبدأ من قرار شخصي صغير بالتهاون واللامبالاة. يعني بدل ما نحارب معارك وهمية برا، الشغل الحقيقي يبدأ من جوا. وهنا يجي الحل، مفهوم قوي اسمه المحاسبة أو فن مراجعة النفس، لأنه كل إنسان هو الحكم الأول على نفسه مهما حاول يقدم أعذار. ممارسة النقد الذاتي هي أول خطوة أساسية عشان نوصل للوضوح والنقاء. طيب خلينا نتخيل الحياة كأنها مشروع تجاري، ورأس مالنا هو الأيام اللي نعيشها. مع كل سنة جديدة نستلم رأس مال ثمين جدا 365 يوم. والسؤال المهم، كيف استثمرنا رأس المال هذا؟ هل كسبنا أو خسرنا؟ في جهة نحط الأرباح، أعمالنا الطيبة، وفي الجهة الثانية الخسائر، أخطاؤنا وتقصيرنا. لأنه أي مشروع يتجاهل حساباته مصيره الإفلاس، وهذا ينطبق على حياتنا كمان. لكن الفرق هون إنه إفلاس الحياة ما منه رجعة، هي فرصة واحدة بس الهدف من المحاسبة مو الندم، الهدف هو التخطيط للمستقبل. الفكرة إن الآخرة أو المستقبل هو اللي لازم يكون محور اهتمامنا، والوعد هو إن المستقبل ممكن يكون أفضل من الماضي لو خططنا له صح. الخلاصة، نوقف الصراعات الخارجية ونركز على البناء الداخلي ونستثمر وقتنا صح. ببساطة، مراجعة حساباتنا السنوية هي الخريطة اللي نرسم فيها مستقبلنا. وفي النهاية، لما يجي وقت الحساب الأخير، إيش رح يكون مكتوب في سجل حياتنا؟